كل سنة وانتم طيبين، وبدأت الشتوية مع فنجان قهوة على بحر اسكندرية. هناخدكم دلوقتي في جولة على كورنيش اسكندرية علشان نشوف كل الأجواء الشتوية على بحر اسكندرية. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لو أول مرة حضرتك تنورني على القناة، ولو حضرتك موجود معايا ما تنساش تدعمني بلايك. احنا خلاص دخلنا في الأجواء الشتوية مع بداية النوات، وبالتحديد بداية من نوة ريح الصليب اللي بتكون عبارة عن 3 أيام. وزي ما حضراتكم شايفين من 5 دقايق بالظبط كانت الأجواء شتوية 100%، وفجأة اسكندرية الجو اتقلب زي ما حضراتكم شايفين صيف، والجو جميل جدا. تعالوا واستمتعوا بجو اسكندرية. في الشتاء بيكون احسن من الصيف. احنا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين قدام بوابات شاطئ البروفاج في ميامي، وداخلين على شارع خالد ابن الوليد وبوابات شاطئ فريسكا المميز. ناس كتيرة بتحب اسكندرية في الشتاء اكتر من الصيف علشان الزحمة. اسكندرية جميلة في كل اوقاتها. طبعا الصيف بيكون مصيفين وكده، لكن جو الروقان والاستجمام والاستمتاع باسكندرية الصح هو الأيام ديت. احنا داخلين دلوقتي على منطقة بير مسعود، ومنطقة بير مسعود ديت تعتبر من اجمل الاماكن في اسكندرية، اللي كل واحد فينا نزل اسكندرية وتربى في اسكندرية ليه ذكرى فيها. تعالوا انزلوا واستمتعوا بجو اسكندرية بأقل الأسعار. وزي ما بقول في كل فيديوهاتي، انزلوا في شهر 6 وفي آخر شهر 9 و10 هتلاقوا الأسعار بنص التمن، والشقق كلها نزلت للنص. اسكندرية جميلة زي ما قلت لحضراتكم، مش زحمة خالص، بالعكس روقان روقان واستجمام. زي ما حضراتكم شايفين دي مجموعة بوابات سيدي بشر، الفنار وإدوار الخراط جزء منها، لأن في أجزاء من الشواطئ ديت مغلقة. وده شاطئ سيدي بشر اللي قدام مسجد سيدي بشر، والحديقة اللي ما زال فيها العمل قائم لغاية الآن. غبت عنكم الفترة اللي فاتت ديت أكتر من شهرين بسبب مرض والدتي. بطلب من كل متابعيني الأعزاء في التعليقات إنهم يدعوا لها بتمام الصحة، ويا رب تشفي كل أمهات المسلمين، آمين يا رب العالمين. زي ما قلت لحضراتكم ده الشواطئ اللي حصل فيها إغلاق بسبب توسعة الكورنيش. هيكون في فيديو كامل هينزل بإذن الله الفترة الجاية معانا على القناة للشواطئ اللي حصل فيها إغلاق. يلا بقى أشوفكم على خير في جولات كتيرة جاية عن اسكندرية الجميلة، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة. أسيبكم بقى لحظات كده على كورنيش اسكندرية.